الطفل الذي يولد ميتا ماذا علينا له؟ ولدت حرمة وقال اسقط ميت، نغسله ما دام كامل الخلق، نغسله نحسن عليه ونحنطه ونكفنه، لكن ما علينا الصلاة، ما علينا صلاة. وإذا صلينا ماشي بأس، لكن ما علينا صلاة. في الحديث أن يصلى على الطفل إذا استهل صارخا، واضح، وندفنه كسائر الأموات ما دام خلقه كامل. زين. من التنبيهات أجاركم الله، قال استوى حادث، مشينا حال حادث، لقينا بعض الناس متقطعين أجاركم الله وأجار أولادكم من ذلك، متقطعين يعني. جابتهم الشرطة وشلتهم وطوتهم، طوت هذا الميت في خلقه، طوت النياه، الراس وحده والرجول كل رجل وحدها ويدين وحده متشطف يعني. جابوا النياه من النياه كذا. قال هذا ميتكم، ماذا نعمل في هذه الجثة المتقطعة؟ ماذا نعمل؟ هذا الكلام تو ايش نسوي يعني؟ العلماء قالوا إذا كان هذا المتقطع ممكن جمعه، ممكن نخلي يديه ورجوله وراسه قريبات من بعضهم بعض ونغسله بالترتيب إن كان زين. إذا كان ممكن، ما ممكن نحن معذورين خلاص. أما إذا كان الرأس باقي نغسله ونحنطه ونكفنه، واضح. إذا كان مثلا يد كاملة نغسلها ونحنطها ونكفنها، رجل كاملة كذلك. وذكر الشيخ الله يرحمه أن في زمن فتنة ما بين الصحابة رضي الله عنهم، يقول قتل واحد من الصحابة في معركة خارج المدينة، فجاء طيرة شال يد واحد، شالت له يده من حيث المعركة وعقتها بالمدينة، ولقيوها اليد هذه مقصوصات بالسيوف، قصة بالسيف، ولقيوا فيها خاتم وعرفوا يد بالخاتم. الصحابة أبو حاضرين قال نؤدي لها حقها كما أن لصاحبها حق، فغسلوها وحنطوها وصلوا عليها وكفنوها وكل شيء، واضح. مثلا واحد يسوي له عملية قالكم الله، قال للطبيب تقص يدك منه ولا تقص رجلك، خلاص هل نعطيها الحقوق؟ قيل نعم. الشيخ سلمان الله يرحمه يقول إذا أعطيت الحقوق فهو أحسن، ما أعطيت الحقوق كاملة ما علينا شيء، واضح. فهمتم؟